السلام عليكم. طوفان فلسطيني على إسرائيل. إسرائيل تستيقظ على هجوم مباغت من أحبابنا وإخواننا في فلسطين. تم في كاين الرجولة، لكن مع الأسف ناضوا بعض الأشخاص قال لك ما كانوش يديروا لهم هاد السيدة هذه، ما كانش يديروا لها هاد الحالة هذه، ما كانوش يتكرفصوا عليها بالطريقة هذه. ياك كانوا يستقبلوها بالورود معلم، كانوا يستقبلوها بالورود، ما كانش يديروا لها الطريقة هذه، ما كانش يتكرفصوا عليها بهاد الطريقة هذه بالضبط. ياك شتي انت غادي الحالة، ما شتيش هاد البنت الأخرى، هاد السيدة ما بانتليكش يديروا ليها هاد المعاملة هذه. هذه خوتنا، هذه خوتنا، ما بانتلكش هذه، كتشوف هذاك الشيء اللي بغيتي انت. ما عليناش، نحن قلبا وقالبا، قلبا وقالبا مع أحبابنا في فلسطين وندعمهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويهم وأن يعطيهم صبر سيدنا أيوب عليه السلام. ناض الرئيس تاع إسرائيل ويهدد الفلسطينيين، يهدد الشعب الفلسطيني، لكنه ما عارفش أن فلسطين من الطفل الصغير، وهو الصغير يرضع حليب القوة والشهامة والرجولة ولا يخاف من شيء. راه ماشي بحال شبابنا نحنا، ماشي بحال الشباب ديالنا اليوم اللي كيبات لي كامل وكيديك التحدي في تيك توك، كيدير راسو بواحد الدل اللي ما يقبلوش العقل، وكينوض وكيتكلم، كيسمع الدقه في الباب علموا لله قلبو شنو كيبقى يدير. شي مشكل هذوك، راه كاينه الرجوله تما، الرجوله وما ادراك ذلك فلسطين، وما ادراك ما فلسطين، تما بلاد الرجوله. مع الاسف انا كنظن هاد الشباب هادو ما عاقلوش على هاد الصوره هادي، كنتمنى تفكروها مزيان. لكن حنا كنتمناو والله عز وجل وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان يعاون خوتنا الفلسطينيين، يعاون خوتنا الفلسطينيين، وان يقفوا اخواننا الفلسطينيين رجال كما تعودناهم، كما اعتدنا عليهم رجال. هذا راه الحق ديالهم، ما كيدافعوا على حقهم، ما كيديروش شي حاجه، ما كيديروش شي حاجه اللي هي خارقه للعاده، كيدافعوا على الحق ديالهم. انت جالس في واحد المنزل، وواحد الشخص جاء عندك المنزل استغلك، دخل عليك صحه، شنو يكون الرد ديالك؟ كنظن بلي الامور واضحه. والله عز وجل قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الامور واضحه الحمد لله. هذا الاسلام، والاسلام جاء راه بالعكس. شتي الاسلام راه حرم ان الانسان يقتل الطفل الصغير او المراه في الحرب، لكن هذه راه ماشي مرأة عادية، هذه راه جندية. واش عارف؟ هذه راه جندية، يعني انت لما درتي فيها الحالة راه قتلك، السلاح ديالها راه تيري فيك، راه حاجة باينة. كنظن الامور تكون واضحة. وكما قلت لكم خوتنا في فلسطين الرجولة، والدليل شوفوا مزيان هذا الفيديو. الإنسانية عندنا مش عنده، ما حدا حيصيبها، عشان تعرف إن الإنسانية عندنا. أيوة، اشتروها وخلوها لما تاخذوها حية، اعرفوا خليها تعرف. معها أطفال، نعم. الحمد لله امور واضحة.